بما انه المنتخب المغربي لعب اليوم فاجي نقادو شي كرياسيون اللي تكون 100% مغربيه وما نحتاجوش انه نقطعوا فيها التوني باش نقادوها. اجي نوريكم كيفاش نديروا لها. اول حاجه هما لي كولور برينسيبال اللي غادي يكونوا في هذه الكرياسيون هما الخضر والحمر، حيت هما اللي كاينين في الطرابو ديال المغرب، وماشي غير جوج لوان وصافي، وانما حتى داك الطرز اللي غادي ندير فيها بغيتو يكون مغربي 100%. ولكن واحد الحاجه غنزيدها في هاد الجاكيت عمرني ما درتها في شي جاكيت من قبل، داكشي علاش هذه غنخليها سبيسيال، خصوصا انه في الفصاله ديالها غيبان لكم بلي كاين بزاف ديال لي زومبيز، ولكن هادشي كامل غير باش يدار واحد ديزاين اللي ديفيرون على داكشي اللي تقاد كامل قبل. وحتى في البروسيس ديال الخياطه ديالها ما غاديش يكون ساهل بحال لي الجاكيت الاخرين، حيت غيخدموا فيها بزاف الناس من غير انايا. واول حاجه غادي نزيدوها لهاد الجاكيت هو زواق المعلم، واحد الحاجه اللي تخدم بليد واللي كتزيد واحد لاطوش اللي مغربيه 100%. واختاريت انه يكون في اللون الذهبي حيت غيجي مع الحمر والخضر. حتى في الطرز اختاريت انه المغرب غتكون بثلاثه ديال اللغات واللي من بينهم الامازيغيه، وحتى الزليج غادي يكون مطروز بطبيعه الحال. عاد من بعد خصني نجمع الجاكيت، وانا عارف انه نتوما كاملين دابا تتسناو باش تشوفوا النتيجه النهائيه، واجي نوريكم الجاكيت كيفاش جات.